لأبناء العاملين فوق ال 20,000 طالب. خلاص؟ عدد الطلبات الموجودة عندنا فوق ال 20,000 طالب. فلما هنعين منهم السنة اللي فاتت معينين حوالي قرب ال 500. خلاص؟ طبعا 500 من 20,000 ما تبانش. بس المشكلة الثانية وأنا بعتبرها الأهم إن مفيش قواعد واضحة في تعيين أبناء العاملين. أنت بتقدم لابنك وده بيقدم لابنه وده بيقدم لابنه وبعدين تلاقي إن في 500 تعيين أبناء العاملين بس أنت ولا عارف ليه ولا اشمعنى ولا أي حاجة. خلاص؟ في لواء هشام غراب بس معلش يا حضرتك. الواسطة يا ريس كان اللواء هشام غراب كان ليه أصلا كان ملهاش أي معايير ملهاش أي حاجة خالص. هنحط لها معايير وهتعلن. خلاص؟ اتفضل بس استنى. لا اصل الجزئيه ديت اللي هي بتاعت ابناء العاملين كانت اصلا كانت مستفز جدا اللواء هشام غراب. كان بيقابل الناس معامله سيئه جدا كان بيعتبر ياخد الورقه منها بطريقه. والله سمعت كل الكلام ده، والله سمعت. اتفضل استريح. اتفضل استريح. عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشورى اللي كان يجي له كان هو اللي يعينه اللي هم ال 50 او ال 5% اللي كانوا. اتفضل استريح. الحمد لله انا حظي حلو ان دلوقتي ولا في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى. الحمد لله ومش هيحصل تاني. ولا في هشام بيه. خلاص؟ ومن المره الثانيه والعشره بقول ان احنا لو حد اجبرني ان انا ما امشيش صح مش هكمل. فانا يا اما امشي صح واقدر اعمل لكم حاجه واعمل حاجه للبلد يا اما يجيبوا حد تاني يقوم بالمهمه دي. فهيتحط معايير واضحه بحيث حضرتك لما بتقدم لابنك او لبنتك انت عارف المعايير المحدود شكلها ايه. والمعايير دي ما فيهاش انت بتشتغل ايه في الهيئه. ممكن يبقى فيها جزء ادميه جزء سن وبتاع لكن انت بتشتغل ايه دي ما تفرقش. خلاص؟ المعايير من سيادتك مش من المستشار هيئه. لا يا سيدي حاضر والله طب اصبروا يا جماعه بقى. اقعد يا عم. ممكن نكمل بس. من ضمن الحاجات اللي اتقالت من ضمن الحاجات اللي اثيرت في اكتر من مكان الناس مش هتسمع كده يا جماعه. انتوا سامعين ولا مش سامعين كده؟ طيب. من ضمن الحاجات اللي اثيرت برضه هي كلمه الفساد الموجود في الهيئه. انا برضه معلش عشان انا ما بقاليش مده كبيره فما اقدرش احكم هل فعلا الفساد ده بالدرجه اللي الناس بتقول عليها ولا لا. لكن ايه اللي بقول لك انا مش عارف. خلاص؟ لكن انا بقعد مع الناس ولما بيبداوا يتكلموا على الفساد بقول له لو سمحت قدم لي حاجه. ثواني اخلص بس. ثواني اخلص حاجه. يا استاذ اقعد استريح. اي حاجه هاخدها منك قبل ما امشي. خلاص؟ بس ممكن اخلص. فالنهارده الصبح فانا لما بقدم لي الحاجات دي بنبص عليها ونشوفها. النهارده الصبح في 3 من بعض القيادات الموجوده تم تحويلهم للتحقيق وفي 2 منهم تم ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق. خلاص؟ النهارده الصبح مش مهم مين. يا جماعه خليني بس اخلص بس خليني اخلص. خلاص؟ مش حكايه شفافيه. في فرق. خليني اكمل كلامي لو سمحت. في فرق بين الشفافيه والتجريح. طالما التحقيق ما خلص انا ما اقدرش اتهم حد. خلاص؟ انا النهارده بس الصبح ال3 تم تحويلهم للتحقيق بناء على الحاجات اللي جت لي وفي نفس الوقت 2 منهم تم ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق لان اللجنه اللي هتحقق معاهم شافت ان استمرارهم في العمل اثناء التحقيق هيضر بالتحقيق. خليني اخلص بس كلامي الله يخليك.